ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. بقالي كتير ما طلعناش كده اتكلمنا مع بعض، بس طبعا انتوا عارفين بدل جايين بالاجنده بتاعتنا يبقى جايين النهارده في ميزانيه. جايين في ميزانيه بس الميزانيه النهارده مختلفه شويه عن كل شهر. ازاي مختلفه يا جماعه؟ انا كنت بسكرول على الفيسبوك ولقيت حد منزل ان هو اب وام وطفل صغير، او يعني كانت قالت مش عارفه عندها 5 سنين، عايزه ميزانيه 2500 جنيه تكفي الشهر كله. فلقيت كميه انتقادات ليها. ايه ده؟ وميزانيه ايه اللي 2500 جنيه تكفيكي شهرين؟ لما انتوا مش قد جواز بتتجوزوا ليه؟ لما انتوا مش قد خلفه بتخلفوا ليه؟ لما انتوا مش قد كلمه حلوه بتقولوها ليه؟ ما تقولوش كلمه او تطلعوا من بقكم كلمه غير لو كلمه حلوه، فلتقل خير او لتصمت. فلا يا جماعه 2500 يعيشوا بيت ويعيشوا اقل من كده كمان. يعني لو انت معاكي اقل من كده يعيشوكي، طول ما انت بتقولي الحمد لله وبنبوس ايدينا وش وظهر هيعيشونا. طيب بصوا، مش هكدب عليكم، انا دربتها كتير لحد ما وصلت لافضل حاجه. يعني انا اشتغلت عليها كتير قوي، طبعا بغض النظر عن ان سليم مبهدل الورق بعد ما اشتغلت عليه. تمام. طيب اول حاجه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، دي ميزانيه شهر 9. انا كاتبه كلمه كده مهمه: ببركه ربنا وفضله. دي اهم حاجه، ميزانيه شهر 9 ببركه ربنا وفضله. 2500 جنيه فطار غدا عشاء فاكهه ومنظفات، كل ده كل ده. في حاجه تانية انا كاتباها: مش شرط الميزانيه تعجبك او انت تنفذيها، لكن مش من حقك تنتقد البيوت اللي مصدر دخلها قليل وماشيه ببركه ربنا. ودي اهم نقطه احنا لازم نفهمها. طيب خلينا بقى نقول اول حاجه في الميزانيه بتاعتنا. احنا طبعا عارفين بنقسم الميزانيه بتاعتنا، نقسمها بروتين، بقوليات، فطار، منظفات، ودي خضار وفاكهه. تمام. طيب اول حاجه البروتين، ودي اهم حاجه بتبقى موجوده في الميزانيه. طيب اول حاجه الفراخ النهارده ب 69 جنيه الكيلو، وانا هنزل لكم برده سكرين شوت باسعار كل حاجه. 69 جنيه كيلو. هنجيب فرختين، الفرخه 2 كيلو يعني 4 كيلو بكام؟ ب 280 جنيه. سميهم ازاي بقى؟ بصي يا ستي، انا عايزه من الفرختين دول نطلع 7 وجبات. ازاي؟ هنطلع 7 وجبات. اول حاجه هنعمل صدر، هنعمله بانيه، ادي وجبه. صدر تاني هتضربيه في الكبه وتعمليه كفته فراخ. صدر تاني هتعملي ناجتس. صدر تاني هتعملي برجر فراخ. وكل دي طرق وصفات ماليه الدنيا. الوراك بقى، ورك هناخده على بعضه هنعمله شيش. تمام. هو الشيش اصلا معروف ان هو وراك. وهنقسم باقي ال3 وراك، هنقسمهم 3 فخاد و3 دبابيس. ال3 فخاد وجبه وال3 دبابيس وجبه. يبقى انت كده عملتي كام وجبه؟ 7 وجبات. تمام. عايزه اقول لك ان الكفته او الناجتس هيرمي معاكي كمان وممكن ما يتاكلش على مره، بس انا بقول لك ان احنا هنعملهم مره. تمام. طيب هنجيب بقى ايه؟ هنجيب نص كيلو كبد وقوانص. نص كيلو كبد وقوانص عاملين 42 جنيه. هتجيبي كيلو جنيحه على ال4 اجنحه اللي هيبقوا عندك من الفرختين، هيبقى عندك كميه كبيره. هتقسميهم على وجبتين. هيتقسموا على وجبتين، انتوا 3 هيتقسموا على وجبتين. هتعملي واحد هو مقلي، واحده تانية هتعملي ايه؟ صينيه جنيحه بالبطاطس. تمام. يبقى انت كده عملتي قد ايه؟ 7 و1 8 و2 10 وجبات تمام. طيب هتجيبي نص كيلو لحمه مفرومه، وانا حاطه في الميزانيه فول صويا وبرغل. تمام. هتعملي كله على بعضه وهتقسميهم. نص هتعملي بيه حواوشي، والنص التاني هتعملي كفته داوود باشا بالبطاطس. تمام. طيب اللي بعدها هنجيب ربع كيلو كبده. ربع كيلو كبده البرازيلي مش البلدي. ربع كيلو كبده عامل كام؟ هو عامل 38 جنيه ولا 40 جنيه. كبده ممكن تعمليها طاجن، يعني تعملي ربع كيلو تعمليه في طاجن يعني طواجن مكرونه. تعملي الكبده وتحطيها في الارضيه، وبعديها تعملي صلصه خفيفه، تحطي المكرونه زي ما هي نيه وتنزلي عليها بالصلصه وتدخليها الفرن. يا خراشي هتطلع احسن من الطواجن بتاعت بره. تمام. او تعملي كبده اسكندراني عادي وتاكلوها بقى بعيش، تاكلوها بمكرونه اللي انت عايزاه. طيب البروتين ده يا جماعه عمل معايا قد ايه؟ عمل معايا 539 جنيه. تمام. كام وجبه؟ 13 وجبه بروتين. تمام. طيب تاني حاجه بقى هنخش على البقوليات. تمام. طيب قبل البقوليات بس انا حاطه ازازه زيت هنا
عامله اللي هي 2 لتر و100 جرام، عامله 2 لتر و100، معلش 2 لتر و100 جرام. طيب عامله 119 جنيه. وعامله علبه سمنه اللي هي الكيلو ب 69 جنيه، يعني 70 جنيه. تمام. يبقى هنتكلم بقى بعديها عن البقوليات. هنروح عند العطار هنقول له يا عم يا عطار احنا عايزين شويه حاجات، بس معلش خلي روحك سلسه معانا، زي ما بنقول في كل فيديو ما تتكسفيش، واللي انت عايزاه اطلبيه، ومش عاجبه هتلاقي مليون عطار غيره. طيب هنجيب ايه؟ هنجيب ب 15 جنيه لوبيا. عايزه اقول لكم 15 جنيه لوبيا دي يعني اللوبيا كانت عامله اللهم صل على النبي، كانت عامله حوالي 58 جنيه، فيعني حوالي ربع كيلو. هنقوله ب 15، مش هنقوله عايزين ربع، عايزين ب 15 جنيه لوبيا، 15 جنيه فاصوليا، ب 10 جنيه كشك. 10 جنيه كشك هيكفينا مرتين. عايزين ب 15 جنيه عدس اصفر، وده اكتر على فكره من الربع، لاني بعامل 50 جنيه، يعني نص كيلو ب 25 جنيه، يعني لا اكتر من الربع بكتير. تمام. طيب يبقى احنا عايزين ب 15 جنيه عدس، ب 15 جنيه عدس بجبه، 4 كيلو رز. الرز عامل 24 يعني ب 96 جنيه، 2 كيلو مكرونه ب 48 جنيه. هتقسميها بقى، تقسميهم من صوص، يبقى هتجيبي 4 انواع مكرونه. ليه تجيبيها مكرونه سايبه؟ عشان النص هيبقى نص، مش 400 جرام، وهتبقى ارخص من بره. هتجيبي نص كيلو شعريه ب 12 جنيه، نص كيلو لسان عصفور ب 12 جنيه. تعملي بقى للنون السكنطه دوت جعان في اي وقت، مش عامله اكل ارداحي، اكل ما بيحبوش، هتعملوا شويه لسان عصفور فل قوي. تمام. هنجيب كيلو فول مدمس عامل 30 جنيه، وممكن تلاقي فيه انواع عامله 32. هتجيبي انا سايبه جنيهات في حاجات كتير. هتجيبي 30 جنيه فول مدمس، او قول له عايزه ب 30 جنيه فول مدمس. ده بقى هندمسه فطار عشاء، هيبقى فل جدا. تمام. طيب هنجيب 3 كيلو سكر، الكيلو عامل 30 جنيه ب 90 جنيه. تمام. احنا قلنا ان احنا عايزين فول صويا وبرغل للحمه. هتجيبي 5 فول صويا و5 برغل، 10 فلفل اسود، 10 كمون، 10 سبع بهارات، ب 10 جنيه حبهان مطحون. لو في حبهان مطحون هيديكي ب 10 جنيه عادي. 2 جنيه ورق لورا، ب 7 جنيه بابريكا. تمام. وهتجيبي ب 5 جنيه فول مدشوش. ليه؟ علشان هنستخدمه في فول التدميس. تمام. طيب ادي كده البقوليات عامله كام يا جماعه؟ عامله 612 جنيه. طيب هنجيب بقى لحاجه الفطار بقى عشاء. تمام. هتجيبي ايه؟ هنجيب نص جبنه، نص كيلو جبنه، سوري هنا كاتبه نصين مش نصين جبنه قريش. هتعملي ايه؟ هتخلي نص جبنه قريش زي ما هو، لو عندك بقى شويه مش تهرسيها شويه مش بشويه جبنه بقوطه، والنص التاني هتعمليه اللي هو الجبنه التحابيش اللي انا كنت عملتها في الفيديو بتاع اللي قبل اللي فات، وهحط لكم اللينك بتاعه. تمام. وهتجيبي نص طبق بيض عامل 85 جنيه، كيلو جبنه قريش عامل 60 جنيه، ما تاخدوش اكتر من كده، عندنا في اي سوق هتلاقيه ب 60 جنيه. 3 كيلو لبن، كيلو اللبن عامل 25 جنيه ب 75 جنيه. منظفات، وبناخد منه شويه حاجات كده زي الفل زي وشه. تمام. هنجيب 2 كيلو مسحوق. انا كنت حاسبه هنا ال 2 كيلو مسحوق الكيلو ب 60 جنيه، انا لسه جايبه امبارح نفس المسحوق من نفس الراجل، الكيلو عامل 50 جنيه، بس انا هنا حاسباهم على 120 جنيه. تمام. هنجيب كيلو دوني ب 7، كيلو كلور الوان ب 14، 2 كيلو صابون سائل ب 14، كيلو معطر جو ب 8، كيلو معطر ارضيه ب 8، كيلو ديتول ارضيه ب 7. تمام. طيب كل دوت عامل كام يا جماعه؟ كل ده عامل 1549. وانا نسيت باكو شاي، لان طبعا احنا كمصريين الشاي اساسي معانا، فطبعا باكو شاي عامل 10 جنيه. فانا مثلا قلت ان احنا هنجيب مثلا في 4 مع انت كتير جدا، فحسبتهم على 1600 جنيه. يبقى احنا لحد هنا كده صرفنا 1600 جنيه. حلو كده. تعالوا بقى نبص كده، 900 جنيه خضار وفاكهه. 900 جنيه خضار وفاكهه في الشهر كله هيكفوا. انا كنت منزله فيديو مشتريات بتاع يوم الجمعه. تمام. نزلت جبت عنب، مانجا، جوافه، طماطم تخزين، طماطم عاديه، قته، ايه تاني، بتنجان، جبت جبنه قريش، نص كيلو جبنه قريش، لوبيا خضراء. كل ده انا جبته كان عامل و5 جنيه عجينه الطعميه. انا فاكره كنت نازله ب 220 جنيه. طيب احنا هنقسمها على 4 اسابيع، 900 جنيه. طب 900 جنيه على 4 اسابيع عملوا معانا 225 جنيه. تمام.
زي ما قلت لكم ممكن ترجعي الفيديو المشتريات، هتلاقيني جايبه ب 220 جنيه منهم جبنه قريش، منهم طعميه وخضار وفاكهه. تشيلي ال 30 جنيه بتوع الجبنه القريش وال 5 جنيه طعميه، يعني 35 جنيه منهم، يعني ما كملوش ال 200 جنيه جايبه بيها كل الحاجات دي. انا بقى كنت في الفيديو جايبه مثلا لوبيا خضراء. انت هتشيلي اللوبيا الخضراء وتحطي مره ملوخيه، هي ب 10 جنيه الكيلو. انت لو جبتي نص كيلو حلو قوي تمام. هتجيبي مره مثلا كوسه، مره باميه، مره بسله، هتعملي مثلا مره ويكه. ده بقى على حسب تقسيمتك انت. لو انتوا عايزيني اقول لكم تقسيمه كل اسبوع وممكن نعمل ايه في الاسبوع، مفيش مشكله، ونعمل جدول كده لكل اسبوع هنعمل ايه الاكلات اللي فيه ايه. اهم من اي حاجه انا قلتها ان اي حاجه هنعملها يا جماعه تبقى نفسنا راضيه، ما نبصش لبيت حد، ما نبصش لعيشه حد، ما نبصش مين كل ايه ومين شرب ايه. كل بيت يا جماعه مقفول على اللي فيه. الست الشاطره بس هي اللي بتوري الناس كلها ان هي عايشه احلى عيشه، وان هي مش ناقصها حاجه، وان هي مبسوطه. بدل انت راضيه ربنا هيكرمك، وطول ما احنا بنقول الحمد لله ربنا هيزيدنا من فضله. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو كله ببركه ربنا يمشي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون خفيف على قلبكم، وان شاء الله نعمل ميزانيات كتير. واهم حاجه بس انا بتعب في الفيديو دوت علشان اقدر احضر لكم الميزانيه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. متشكره جدا ليكم ومع السلامه، باي.